عليكم البنات، كي درتو كي بقيتو شويه كي درتو معها صحيحه كي بقيتو مزيان. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال الشيفلور كتجي زوينه وبنينه على بركه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كناخذ شيفلور كنقطعو يعني هكايا، كنحيد له داك القاع ديالو وتنقيه، تندير له طريفات ديال الحامض كي كتشوفوا معايا، وغادي ندير له شويه ديال الملحه، وكندير الماء على حسب لا كونتيتي اللي عندي، وغادي نردو يتسلق. وما نساوش طريفات الحامض باش كتحيد لنا الزفوره ديال الشيفلور، حيت كنعرفوا بان الشيفلور كيطلق ديك الزفوره ديالو. دابا غادي نسلقوه بيد ما تسلق، وغادي ندوز نكمل معكم الطريقه. كي كتشوفوا معايا من بعد ما تسلق الشيفلور انا درتو هنا في شبيكيس تقطر على خاطرو، وغادي ندوز نكمل معكم الخلطه باش غادي نقليه. كناخذ بيضه على هذا الشكل، كندير معها شويه ديال الابزار، الملحه تتبقى حسب الرغبه والذوق. كندير شويه ديال الخل باش كيحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. صافي كنخدمهم مزيان، كنقلبهم على هذا الشكل هكا كي كتشوفوا معايا مزيان. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا دابا غادي كندير هذاك الشيفلور ديالي مزيان في داك البيض. دابا غادي نقليه، من بعد ما سخنا فيه الزيت مزيان كنديرو فين بقى يتقلى. كنصحكم البنات تجربوا الفيديو، بصراحه كيجي زوين وكيجي واحد المذاق ديالو رائع بزاف. صافي كنستمروا على هذا الشكل هذا حتى تيطيب، حتى نساليو الكميه كامله اللي عندنا. من بعد ما هو كيطيب لنا من هذا من التحت غادي نقلبوه على الجوانب كاملين. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا ملي كيبدا يتقلى لنا كنقلبوا على هذا الجنين باش عاود كيتحمر لنا من الجنب الاخر. صافي كنبقاو هكا حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. هانتوما البنات شوفوا كي كيجي رائع زوين وواحد المذاق ما نحتاجش نقول لكم. كنتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي جيم ولا لايك. شكرا لكم بزاف بزاف.